في خطوة إعلامية نادرة عكست عمق الإحباط واليأس الذي يخترق الصف الجزائري، فجر إعلامي جزائري قنبلة بتحليل صريح على إحدى المنابر الإعلامية ليؤكد أن النظام الجزائري وعلى رأسه الرئيس عبد المجيد تبون أصبح يدرك هزيمته في ملف الصحراء المغربية، ويبحث عن مخرج مشرف لإنهاء قضية البوليساريو. التحليل الذي لقى صدى واسعا أشار بكل وضوح إلى أن الموقف الجزائري الثابت لم يعد قابلا للاستمرار، وأن قضية دعم الانفصال أضحت أكبر من قدرات الجزائر على تحمل تبعاتها السياسية والاقتصادية. هذا الاعتراف يأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 الذي كرس الإجماع الدولي حول جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، ووصفت الأصوات الجزائرية المعارضة هذا القرار بأنه انتكاسة للسلطة في الجزائر وضربة كبيرة، مما يعكس تهاوي الرهانات التي بنت عليها الجزائر استراتيجيتها لعقود.